بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي مع حل الأداء الصفي للأسبوع الثاني عشر في الجزء الثاني من درس المبادئ الأساسية للوراثة. السؤال الأول على بركة الله تعالى بيقول لي: تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عن طريق عوامل وراثية تعرف باسم إيه؟ أقول له يا أستاذ تعرف باسم الجينات. 2. قانون مندل الأول يعرف بقانون انعزال العوامل. ينص على إيه؟ ينص على إذا اختلف فردان نقيان في زوج من صفاتهما المتضادة فإنهم ينتجان عند التزاوج جيلا له صفة أحد الأبوين، ثم تورث الصفة بنسبة إلى 3:1 في الجيل الثاني. تمام. الجدول المقابل يوضح مجموعة من الرموز. علامة التزاوج هنا بيرمز لها بالشكل ده: الأمشاج إكس، التزاوج إكس، الأمشاج جي، الجيل الأول F1، الجيل الثاني F2. السؤال الثاني يا ولاد بيتكلم معاي بيقول لي: أكمل العبارات الآتية. يرمز لعاملي الصفة، يرمز لعاملي الصفة الوراثية النقية بحرفين متماثلين. إذا كان سائد يكون حرف كابيتال، وإذا كان متناحية يرمز بالحرف سمول. إذا كانت الصفة نقط يرمز لها بحرفين كبيرين. يبقى كانت الصفة سائدة مثلا هيرمز لها بحرف كابيتال، حرف كابيتال. وإذا كانت الصفة متناحية هيرمز لها بحرفين صغيرين اللي هي ار سمول، مثلا ار سمول. أما إذا كانت الصفة سائدة غير نقية فيرمز لها بحرف كابيتال، مثلا ار كابيتال، وحرف صغير ار سمول. تمام. أكمل العبارات، أكمل مما يأتي. وضح على أي أسس وراثية نتج تزاوج نبات بازلاء طويل الساق نقي مع آخر قصير الساق، علما بأن طول الساق صفة سائدة. الآباء أهو بيرنس كان تي كابيتال طويل الساق نقي، وتي سمول قصير الساق نقي. بناخد طبعا جامطة واحدة دي أمشاج، بناخده جامطة واحدة كابيتال مع جامطة واحدة سمول عشان أفراد متشابهين. الجيل الأول هيبقى تي كابيتال تي سمول، وهنا الجيل الأول هيكون جميع النباتات ذات ساق طويلة. بس ساق طويلة إيه يا ولاد؟ نقدر نزود إيه؟ هجينة. تمام. عن ترك نبات الجيل الأول تتلقح ذاتيا نحصل على الجيل الثاني. طب الجيل الثاني هيكون إيه يا ولاد؟ هيكون طويل الساق بس هجين تي كابيتال تي سمول، وهنا برضك طويل الساق هجين تي كابيتال تي سمول. نظرا لأن الجامطات مختلفة هناخده تي كابيتال واحدة، هي الجامطات الأمشاج يعني، ودي تي سمول، ودي تي كابيتال تي سمول، وأبدأ أزوج تي كابيتال في تي كابيتال يبقى تي كابيتال تي كابيتال، تي كابيتال في تي سمول، تي كابيتال تي سمول، تي سمول في تي كابيتال، تي كابيتال تي سمول، تي سمول في تي سمول، تي سمول تي سمول. صفة نباتات الجيل الأول من حيث طول الساق بنسبة كام يا ولاد؟ بنسبة 3:1. 3 طويل الساق وواحد قصير الساق. ولو أقدر أفصل هقوله ده 25% طويل الساق نقي، 25% متنحي نقي متنحي، و50% طبعا طويل الساق هجين. أكمل. وضع على أسس وراثية نتيجة تزاوج نبات بازلاء بذور صفراء غير نقية مع بذور صفراء نقية، علما بأن البذور الصفراء صفة سائدة. طبعا بذور صفراء نقية يبقى واي كابيتال واي كابيتال، بذور صفراء غير نقية يبقى واي كابيتال واي سمول. أبدأ أوزع الجامطات واي كابيتال واي كابيتال واي سمول واي سمول اللي هي الأمشاج. الجيل الأول أبدأ عملية التزاوج واي كابيتال في واي كابيتال يبقى واي كابيتال واي كابيتال، واي كابيتال في واي سمول يبقى واي كابيتال واي سمول. تمام. أما الجيل الثاني واي كابيتال في واي كابيتال
يبقى واي كابيتال واي كابيتال، واي كابيتال في واي سمول يبقى واي كابيتال واي سمول. يبقى هنا تاني واي كابيتال في واي كابيتال يبقى واي كابيتال واي كابيتال، واي كابيتال في واي سمول يبقى واي كابيتال واي سمول، يبقى دي سمول كده تمام. بعد كده واي كابيتال في واي كابيتال واي كابيتال واي كابيتال، واي كابيتال في واي سمول يبقى واي كابيتال واي سمول. تعال نعملها تاني كده مع بعض. وبيقول يا ولاد تزوج نبات بازلاء صفراء غير نقي، يبقى كده واي كابيتال واي سمول، مع بذور صفراء نقية يبقى واي كابيتال واي كابيتال. وادي علامة التزاوج، وادي البيرنتس الآباء، وادي الجامدات واي كابيتال واي سمول، وهنا واي كابيتال واي كابيتال. ادي الجيل الأول F1 واي كابيتال في واي كابيتال يبقى واي كابيتال واي كابيتال، واي كابيتال في واي كابيتال يبقى واي كابيتال واي كابيتال. اوكي واي سمول في واي كابيتال يبقى واي كابيتال واي سمول، واي سمول في واي كابيتال يبقى واي كابيتال واي سمول. يبقى هنا بنسبة 50%، 50% سائد نقي، و50% سائد هجين. يبقى فعلا كده يبقى الجيل الأول ينتج 50% بذور صفراء نقية و50% بذور صفراء هجين. ثم السؤال الثاني بيقول لي عرف كل من مبدأ السيادة التامة هو ظهور الصفة السائدة في أفراد الجيل الأول الناتج من تزاوج فردين كلاهما يحمل صفة نقية مضادة للآخر. السؤال الثاني بيقول لي يا أستاذ عرف قانون مندل الأول اللي هو قانون انعزال العوامل. هقول له بالشكل ده ولا قانون انعزال العوامل هو إذا اختلف فردين في زوج من صفاتهم المتضادة تمام. قانون مندل الأول هقول له هو لسه خدناه بس هجيبه لكم جاهز يا ولاد عشان نكسب كده وقت. أقول له بالشكل ده إذا اختلف فردين في زوج من صفاتهم المتضادة فإنهما ينتجا عند التزاوج جيلا به صفة أحد الأبوين أو صفة الفردين فقط الصفة السائدة، ثم تورث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبة 3:1. طب 2 الفرد النقي هو كده يا ولاد. الفرد النقي هو الفرد الذي يحمل عاملين متماثلين للصفة السائدة أو للصفة المتناحية فتظهر عليه الصفة السائدة أو المتناحية. أما الفرد الهجين يا ولاد هو الفرد الذي يحمل عاملين مختلفين إحداهما للصفة السائدة والآخر للصفة المتناحية فتظهر عليه الصفة السائدة غير النقية. ده بالنسبة لتعريف قانون انعزال العوامل أو قانون مندل الأول والفرد النقي والفرد الهجين. ولنا لقاء آخر مع الأداء المنزلي، ولكن لا تنسون الاشتراك في القناة.